عزيزي المشجع الجميل، في ظل الزحمه بتاعت امبارح بقى والبيان وعدم لعب المباراه وانسحاب الزمالك وحاجات اللي حصلت امبارح دي، ظهر حاجه كده يعني ما خدتش حقها قوي، الا وهي قرار بوقف قيد ثالث للزمالك بسبب عدم دفع مستحقات مساعدين فيريرا. وبصراحه يعني خبر صاعقه بالنسبه للزمالك والزملكاويه اللي لسه بيدوبك بيحاولوا ان هم يحلوا مشكله بوطيب، اتلاقوا يا عيني صدمه تانية معاهم. واحد يطلع يقول لي يا عم هو انت مالك اصلا بالزمالك يا عم وتتكلم عليه ليه؟ اقول لك اهدى كده واستنى. انا مالي؟ انا مالي، لان الكلام اللي جاي اقوله لك يا صديقي هو مرتبط بالكلام اللي الزملكاويه بيرددوه عمال على بطال، وهي فكره المظلوميه وفكره اللي الاهلي واكل حقهم. هنا بقى اطلع اقول للناس مين سبب في عدم دفع مستحقات فيريرا؟ مين سبب في وقف القيد؟ هل الاهلي؟ هل الاتحاد المصري؟ هل المسؤولين اللي بيجاملوا الاهلي؟ هل وكاله الاهرام؟ هل مش عارف ايه؟ هل في حد كده تخطيط عالمي خزعبلي من الاهلي وعلى نادي الزمالك؟ هقول لك لا، ببساطه هو ما فعله المجلس السابق لنادي الزمالك. فهنا هم نفسهم بنفسهم اللي بيضروا نفسهم. ادي هو واحد كان موجود في المجلس السابق لنادي الزمالك ورط الزمالك ويا عيني ساب تركه وارث يعني بصراحه دمه تقيل قوي على الاداره الموجوده حاليا، اللي انا تماما مشفق عليها بسبب الحاجات اللي بتحصل لها دي وبسبب القرارات اللي يعني برضو ما زالت بتغرق الزمالك. وهجيلك في الكلام. اولا انت حد هيطلع يقول ان دي مشكله فعلها رئيس نادي الزمالك السابق؟ محدش هيتكلم، محدش هيقول حاجه، محدش هيقول لا لا لا، كله بس مركز اصل الاهلي بيعمل، الاهلي بيسوي، الكلام ده كله. فاي حاجه يا صديقي عن نظريه المؤامره ضد الزمالك دي وان الاهلي يا عيني سالب حق الزمالك، اهو هم نفسهم بنفسهم اللي بيصدروا مشاكل لنفسهم. وادي اخطاء المجلس السابق. ونيجي بقى للحته الثانيه الا وهي الكونفدراليه. وهل الزمالك هيشارك في الكونفدراليه ولا لا؟ المفروض ان الزمالك ما يشاركش في الكونفدراليه الا حل مشكله الازمه بتاعه القيد وفك القيد وسوى اموره مع الناس اللي رافعين عليه قواضي ونزاعات بسبب الرواتب والفلوس والكلام ده كله. وبصراحه الزمالك بقى شكله وحش قوي عند الفيفا لما تبص ان هو كل يومين والتاني وقف قيد وعدم دفع مستحقات، وحاجه بصراحه تخلي منظر الزمالك سيء للغايه. والكونفدراليه هنا الاتحاد الافريقي واضع شروط، والشروط دي خد بالك قديمه، ودي مش اول مره الزمالك يكون موقف له القيد وسبحان الله بيشارك عادي في الكونفدراليه. لكن المره دي مع انسحاب الزمالك يعني خلى الناس بقى والمسؤولين والكلام ده كله لا يا عم انت بقى عمال تعقد لي الدنيا، انا يا عمي مش هجاملك تاني اكتر من كده. هو كان بيجامله قبل كده؟ كان بيجامله لما الزمالك كان بيشارك هو عليه وقف قيد ودافع مستحقات للعيبه وقواضي. ازاي كانت بتروح الرخصه من مصر للاتحاد الافريقي وتقول ان الزمالك ده 100 فله وشمعه منوره؟ ما تفهمش. ولكن المره دي سبحان الله الدنيا اتبعترت من الزمالك وبسبب الانسحاب برضه، لان انت هنا لما صدرت مشكله للمسؤولين هم كمان قالوا لك يا عم خلاص انت عايز الميري نمشيها ميري. والزمالك مطالب في 5 ايام بس لحد يوم 30/6 انت مطالب بحل مشكله القيد ووقف القيد ودفع المستحقات مع اللعيبه. ليه؟ عشان الاتحاد المصري يبعت للكاف ان حضرتك تشارك في الكونفدراليه اللي انت حامل لقبها، اللي كانت بطوله سهله الموسم اللي فات وايضا هتكون بطوله سهله واملك فيها كبير جدا الموسم اللي جاي، لان نفس اللي حصل السنه اللي فاتت هيحصل تاني السنه الجايه، الا وهو ان اللي بيخسر من دوري الابطال ما بيروحش الكونفدراليه، بيروح على طول. فبالنسبه لك اصبحت بطوله سهله جدا وبالفعل انت خدتها، وعندك فرصه تانيه انك تاخد بطوله افريقيه تانيه، ولكن بسبب وقف القيد ممكن الزمالك ما يشاركش. وهنا هل الزمالك هيدفع ولا لا؟ في تصريحات لاحمد سليمان عضو اداره نادي الزمالك بيقول ان الزمالك او مجلس ادارته في اتجاه ان هو ما يفتحش القيد، لان هم عندهم التزامات وعقود كبيره جدا، وخاصه عقود اللعيبه وموظفين ورواتب وحاجات من هذا القبيل، ومحتاجين شقلة فلوس كبيره قوي، فهم معهمش يا عيني ان هم يدفعوا للغرامات والكلام ده في الوقت الحالي. فهل الزمالك يلحق قبل 5 ايام ولا الاتحاد المصري يجامله زي كل مره؟ ده اللي هنشوفه خلال ال5 ايام اللي جايين. طيب
الزمالك مطالب بايه تاني؟ ما هي جمله بقى المصايب، مطالب ان هو بحسب بيان الرابطه وتصريحاتهم ان مطالب بدفع تعويض للنادي الاهلي بسبب الاضرار التسويقيه اللي وقعت على النادي الاهلي بسبب عدم لعب الماتش. وهنا بقى انت جيت لي في ملعبي يا معلم، يعني مش بس مسيت عليا ب3 نقط وريحتني اسبوع من اللعب والفرهضه والكلام دوت في الجو الحر ده، لا ده انا كمان هاجي يا معلم وتعالى بقى عشان دي لعبتنا ولعبه الاهلي بشده، وهيطلب النادي الاهلي مطالب اكيد هتكون شرعيه وعلى الزمالك انه يدفعها. بس المشكله هنا بقى، هل الزمالك هيدفع اصلا؟ دي المضلعه بالنسبه للاهلي. يعني انت كاهلي هتطلب ان شاء الله حتى تطلب 40 50 مليون جنيه، ما هو حقك في الاخر، وهتقدر الخسائر، والرابطه ايضا هتقدر معاك الخسائر دي وهتطلبها. بس هنا السؤال، الزمالك هيدفع؟ ولو هيدفع منين؟ فدي المشكله. شفت قرار زي عدم لعبك للماتش، انت ممكن تهدد، انت ممكن تعمل، لكن في النهايه لازم ما تاخدش قرار يكلف فريقك كتير. النهارده اهو كلف فريقك خصم 3 نقط، بالاضافه ان انت بعت 3 نقط هديه لغريمك اللي هو الاهلي، بجانب الفلوس اللي هتدفعها خلاف الفلوس المتلتله اللي عليك. فدي كلها امور اداريه بحت في نادي الزمالك اتورطوا فيها بسبب العنجهيه والمشي ورا التصريحات الغير مسؤوله من بعض الاعلاميين المحسوبين على نادي الزمالك. وايضا من ضمن الحاجات اللي قالت عليها الرابطه الا وهي محاسبه كل من تسبب في الانسحاب دوت والقرار اللي اتاخد. طب هنا بقى المحاسبه هتكون ايه؟ هل هتكون ايقاف، تحويل لجنه الانضباط، هتكون ايه؟ النقطه دي مبهمه حبتين 3 4 5 تقدر تقول عليها مبهمه. وايضا في حاجات كده من الرابطه النهارده اتقالت بتقفل تماما باب ان الزمالك يحاول يلعب بالالفاظ، الا وهو الظرف القهري اللي الزمالك قال عليه، وقال لك انا معرض لظرف قهري او مش هلعب لظرف قهري، فبالتالي انا مش هروح الماتش يا رابطه، ومعلش كده سامحوني انا مش رايح ماتش الاهلي. هنا الرابطه ردت على الزمالك وادارته، قالت له ان انت اللي انت عملته ده يعد انسحابا، ودي نقطه مهمه جدا تحفظ حق النادي الاهلي. ان في كلام طلع ان ممكن الظرف القهري والكلمه اللي اتكتبت دي ان الزمالك يلجأ بعد كده انه يعيد الماتش او ما يتخصمش عليه حاجه او ما يتضررش او وكلمه يعني ثغره قانونيه شويه يقدر يخرج بيها في اي حاجه. وهنا سدها ميه ونور. بصراحه رد الرابطه كان قوي جدا. وكمان الرابطه النهارده نزلت كل المباريات والمؤجلات على الملأ، قال لك ان انا مش بعتها لك وانت بتقول اصل انا ما شفتش، اصل انا ما اعرفش، اصل انا ما ادريتش، اصل انا ما خدتش بالي. لا يا معلم، اهي للناس كلها، وقامت منزله المؤجلات والجدول زي ما بعتته للانديه، وهو نفس كل حاجه. طيب انت بقى كزمالك في الاخر الانسحاب ده كسبت بيه ايه؟ ولا اي حاجه. هل تم تحقيق مع الحكام؟ مفيش حاجه حصل. هل تم ايقاف اي حكم زي ما انت عايز؟ مفيش حاجه حصلت برضه. هل تم تغيير الجدول او لعب المؤجلات وكده؟ برضه مفيش حاجه حصل. هل تم لجنه من بره تدير المسابقه والكلام ده كله؟ برضه مفيش حاجه حصل. يعني الاربع مطالب بتوعك مفيش اي حاجه فيهم اتنفذت، وانت ما لعبتش الماتش وخسرت 3 نقط بالاضافه للماتش اللي خسرته، وايضا خسرت غرامه ماليه هتدفعها. دي كلها خسائر بدون اي مكسب. ففي النهايه قرارك ده انت كلت بايه وشربت عليه ميه بيه، انا مش فاهم. بس ما علينا، اللي فرحان بيه يفرح بيه، ده حقه تماما وانتوا احرار. بس شوفوا الورطه الكبيره اللي الزمالك وقع فيها. هل كل المشاكل دي الزمالك هيقدر يطلع منها ولا لا؟ وهل فعلا الزمالك هيلعب مباراه سيراميكا ولا لا؟ ما هو لو ما لعبش كده هتطبق عليه اللائحه المفروض. طب لو لعب يبقى انت كده يا معلم مفيش اي تفسير من انسحابك من مباراة الاهلي الا انك مش عايز تلاعب الاهلي للاهلي، او غرضك تعطل الاهلي فقط لا غير. فبصراحة اكبر حد متضرر من موضوع الانسحاب ده هو بيراميدز يا غريمي، اللي خد مكانك دلوقتي اللي تاني سنة على التوالي يحرمك من اللعب في دوري الابطال. افتكر باللي انت بتعمله ده انت ما بتعاندش الاهلي، بل بالعكس انت بتوسع مكان لبيراميدز عشان ياخد مكانك وانت تبعد اكتر عن المنافسه. فعلى الزمالك وادارته ان هم
يفكروا شويتين 3 4 في المصايب اللي بتحصل دي، لان بصراحه مفيش اختلاف كبير قوي وجوهري في حته اداره الازمات دي ما بين الاداره الحاليه للاسف الشديد، الاداره المحترمه اللي بنكن لها كل احترام، والاداره السابقه. مش كده ولا ايه؟ ولا انتوا شايفين حاجه تانية؟ ما تنساش يا صديقي تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو، لو مش تابعنا يا ريت تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.